يا أهلًا وسهلًا بحضراتكم في فيديو جديد. طبعًا أول حاجة، أنت بقى لك قد إيه ما بتنزّلش، وليه اللي أنت بتعمله ده؟ في وقت اللي فات ده كان في كأس العالم، وطبعًا زي ما أنتم عارفين كان الماتشات كلّها الفجر والصبح وكده، مع شغلي الخارجي كمدرس إنجليزي، فالموضوع بالنسبة لي كان صعب شوية، ولكن إن شاء الله من النهارده فيما بعد هارجع أعمل تاني فيديوهات بشكل أسبوعي دومًا على طول. نرجع بقى نكمّل من ساعة ما وقفنا، إحنا كنا وقفنا عند السلسلة بتاعتنا بتاعة ورشة إعادة تصليح الذات والكلام ده، وقفنا عند نقطة خطيرة جدًا وهي إن والله يا نادر أنا بابدأ أطبّق اللي أنت بتقول عليه ده، بس بييجي لي كده إحساس من الخوف إن أنت أنا دلوقتي تمام، وأول ما أحس إن دلوقتي تمام أو أنا في سلام داخلي دلوقتي، تيجي لي فكرة إن لو حصلت مصيبة، طب ما كده الدنيا هتبوظ، ما كده هاحس بألم بعدين فيما بعد. أعمل إيه بقى مع هذا الخوف؟ ونبدأ بقى الفيديو بتاعنا. أولًا في طريقة تسمح لنا إن إحنا نضمن نضمن إن اللي جاي هيبقى تمام، واللي أنا هاقوله في الفيديو ده بيعتمد على فهمي أنا لحاجة معيّنة، واللي باطبّقه في حياتي واللي شايفه لحد دلوقتي صح، فحابب تطبّق وتشوف ما يعني بلاش تصدّق عمياني أو تكذّب عمياني، دي مش دعوة للاعتقاد في أي شيء يعني، أنت بتسمع ناس وبتجرّب وتشوف اللي ينفع معاك واللي ما ينفعش معاك، فإيه اللي نافع معايا أنا كنادر وإزاي أنت كواحد بتقول إن أنت تضمن إن اللي جاي يبقى تمام، مش دي حاجة في علم الغيب وممكن أي واحد تيجي له كارثة في أي وقت أو تسبب له ألم في أي وقت؟ هاقول لك لأ، بس الموضوع أعمق من كده، اللي أنا اتعلمته إن لأ، اللي أنت خايف منه ممكن تضمن في حاجة في الحياة لو عملتها وطبّقتها من جواك، أنا شايف إن طول ما أنا باطبّقها اللي جاي دايمًا بيبقى تمام. بس بقى إحنا هنختلف على تعريفك لتمام ده، أنت هتقول لي مثلًا يا نادر تمام ده بالنسبة لك اللي هو إيه تمام؟ هاقول لك يعني خالي من المعاناة، يبقى عقلي خايف لأحسن اللي جاي يكون فيه معاناة، بس لأ، أنا باقول له لأ، اللي جاي مش هيكون فيه معاناة طول ما إحنا بنعمل كذا وبنطبّق كذا، فأنا هاشرح لك كذا ده اللي هو إيه، بحيث إن أنت لو حابب تطبّقه وتجرّب، ما هو لو أنت بتعمل الحاجة دي اللي هي اللي من جواك دي، ولقيت فعلًا إن مهما حصل بيبقى أنت تمام، عيش كده بقى، طب ما تجرّب وامشي بالموضوع ده على طول، هتخسر إيه يعني؟ فهي أسلوب حياة مش أكتر. طب إزاي بقى يا نادر تعالَ الأول أكلّمك على المشكلة، المشكلة تكمُن إيه رأيك في تكمُن دي؟ أو موجودة في برنامج معيّن موجود جوّانا وهو لا وِحِش ولا حلو، هو برنامج موجود فينا كبشر من ساعة ما اتخلقنا. اتخلقنا إزاي بقى، مش هاخُش في حتّة بقى الموضوع مش موضوعي، خلّينا دلوقتي بلاش ندخل في خناقة ما لهاش لازمة. دلوقتي، مُخّك ده أنت معتقد إنه موجود؟ أنت مصدّق إن أنت عندك مُخ؟ هتقول لي آه نادر عندي مُخ، حلو أوي. المُخ ده بقى متبرمج على حاجة معيّنة هو شغّال بيها، فطالما أنت بني آدم فأنت شغّال كده أو هو جوّاك شغّال كده، وده اللي لو أنت مشيت وراه هيوصّلك في الآخر للخوف، والبرنامج ده هو إن أنا عايز وده سبب المعاناة في الحياة عامةً بالمناسبة يعني، عايز أجمّع أكبر قدر ممكن من الموارد اللي هتأمِّن حياتي في المستقبل، وعايز أمنع نفسي عن الألم، وأبعد عن أي حاجة بتسبب ألم في اللحظة دي. هنا أنت لو فوّتّ كلمة هتفهم غلط، لو فوّتّ كلمة واحدة بس من الجملة الطويلة اللي أنا قُلتها دي، فهاقولها تاني بالراحة، عايز أجمّع أكبر قدر ممكن من الموارد اشمعنى يا نادر بتستخدم اللفظ ده، بتتكلم ليه باللغة العربية الفصحى؟ لأ أنا قصدي موارد، يعني حاجات أحوّشها لبعدين حتى لو أنا مش محتاجها دلوقتي، عشان أنا مش ضامن عقلك دايمًا في الحالة دي،
لإن زمان الإنسان عاش آلاف السنين وهو ما عندوش الرخاء بتاع الحياة عامةً دلوقتي، لأ، زمان كان اللي مش هيعمل مجهود كبير جدًا وربنا يوفقه ويلاقي أكل أو يلاقي حاجة يصطادها، كان بيموت. فالعقل ده متبرمج من ساعتها وموجود جوانا دلوقتي. فتلاقي نفسك من هنا ييجي الإحساس بقى إن شعور اتكوّن مُخّك بيعمله، يدفعك إنك تجري ورا الحاجات اللي هو شايفها هتكون ممتعة، ويطلّع لك نواقل عصبية ومشاعر معيّنة بغض النظر عن هم اسمهم إيه، أهمهم الدوبامين مثلًا، فيزُقّك دايمًا إن لا، لا، لأ، مش مهم دلوقتي، عقلك لا يعني مش مهم عنده دلوقتي، أهم حاجة بعدين إيه اللي هيحصل. فده برنامج مهم وإحنا بنتكلم عن الخوف لازم نكون واعيين بيه، يعني أنت عايز أو في جزء منّك عاوز دلوقتي يبقى تمام، بس البرنامج ده هو مش عايز دلوقتي يبقى تمام، هو بغض النظر مش هيخلّيك تشوف اللي بيحصل دلوقتي إيه، هو بيخلّيك دايمًا تبُص على اللي جاي وتخاف منّه، لإن أنت لو خُفت من مثلًا في 5 حاجات أو احتمال 1% إن أنت مثلًا تتأذي، لو ما خُفتش ممكن ما يحصلكش حاجة، تبقى الدنيا تمام، وممكن يحصل 1% إن أنت تتأذي، فعقلك ما بياخدش الrisk ده، يقول لك طب ما أنا خايف يا عم وخلاص. طب هل الخوف هنا مُبرر؟ يعني من حاجة معينة دلوقتي؟ لأ، ارجع لكلامي، هو مش شايف دلوقتي أصلًا، عشان كده في جملة بسيطة جدًا ولو طبّقها في لو طبّقتها في حياتك هتلاقيها صح، أنت استحالة تكون خايف من حاجة دلوقتي، دلوقتي لو في موقف في اللحظة دي، استحالة تكون الشعور اللي طالع هو خوف. ممكن يبقى حاجة شبه الخوف، أنت ساعتها مش بتختبره كإنه خوف، يعني مثلًا لو أنت في حد بيجري وراك، مثلًا كلب مثلًا بيجري وراك، فأنت بتجري، أنت أي نعم خايف وأنت بتجري والخوف اللي بيدفعك إن أنت تجري، بس أنت مش بتعيش اللحظة دي كإنك خايف وشايل الهَم، إيه ده في كلب ورايا، طب يا ترى هيعمل فيّا إيه؟ أنت بتجري بس، ودماغك فيها صفاء ذهني وطاقة. ده خوف بس ما فيهوش معاناة نفسية، المعاناة النفسية من الحاجات اللي أنا مش شايفها أو عقلي مستنيها أو في المستقبل، خوف من المستقبل حاجة يمكن تطلع لي في أي لحظة، القلق ده بيقعد فترة، إحنا بنسميه بقى الضغط أو التوتر، فالبرنامج ده لذيذ جدًا وحلو، بس هو مش مُصمم إن إحنا نعيش بيه كأسلوب حياة، هو بس غرضه إن إحنا نبقى على قيد الحياة. طب فهمنا ليه يخلّينا نعمل إيه؟ يخلّينا نفهم إن أنا لو سِبت نَفْسي للبرنامج ده، هيبدأ هو دايمًا يشاور لي على حاجات أحصل عليها بعدين ويدفعني ليها، وييجي لك إحساس من إن أنا هابقى مبسوط لو كذا حصل، فتفضل أنت عايش ليه الأيام دي؟ عشان كذا ده، عشان ساعتها هابقى مبسوط، وأكيد حصلت قبل كده 100 مرّة يعني، ولمّا جات الحاجة دي اللي أنت كنت بتقول إن أنت هتبقى خلاص ممتلئ والحياة لذيذة لمّا تحصل، وقت ما بتحصل بتبقى دلوقتي، كالعادة عقلنا بيعمل إيه؟ مش بيبُص على دلوقتي، اللحظة دي ما تهمّهوش في حاجة، بالنسبة له اللحظة مش مهمة، حلوة والّا وحشة، ما عادي أهم حاجة هو شاغل باله بحاجة جاية، فتبدأ تقول فتخاف لا تروح أو تشوف إن أنت عايز حاجة أكتر، المُخ ما بيشتغلش إلا كده، ولكن في جزء تاني برضه أنت زي ما قُلنا قبل كده إن إحنا عبارة عن أجزاء كتير أوي، حاجات كتير شغّالة مع بعضها، إحنا بنفكّر نَفْسنا إن إحنا حاجة منهم، ولكن إحنا كل الحاجات مع بعض، ما علينا. في برضه مشاعر ونواقل عصبية ليها علاقة بالاستمتاع باللحظة دي، ما بتطلعش غير وأنت رايق دلوقتي، أو وأنت مستمتع دلوقتي، دول بقى بيوقّفوا الدوبامين اللي هو
الناقل العصبي أو الهرمون بتاعي التخطيط واللي أنا أبُص للمستقبل، أو إن أنا يكون عندي حافز أو متحفّز، ده بيوقّف ده. علشان كده الثقافة بتاعتنا لو هنلخّصها هنقول الثقافة بتاعة إيه، الثقافة النفسية عامةً بتاعة اللحظة دي مش كفاية. فأنت عايش طول عمرك وأنت صغير مستني الامتحانات عشان تاخد درجة وتتأهل أنت عايش طول السنة أنت بتعمل إيه؟ أنت الحياة كل اللي حواليك بيعاملوك على إن كل اللي أنت بتعمله ده ما لوش لازمة، أهم حاجة تجيب درجة في الامتحان اللي هو في المستقبل. طب أنت خلصت السنة تبدأ تفكر وتعيش عشان السنة اللي بعدها، فأنت اتبرمجت خلاص بقى لك سنين على إن الحياة حاليًا، الحياة في اللحظة دي ما لهاش أي أهمية، هي بس وسيلة أو حجر بادوس عليه عشان أوصل للي بعده. فأكيد ده أسلوب حياة لا يخلو من المعاناة النفسية، فأنت لو بتسأل على إيه يا جماعة طريقة الحياة بقى اللي هي فيها سلام داخلي، وإن أنت يعني تقدر تكون بتقول كده بقلب جامد إن في طريقة لضمان إن استحالة يحصل حاجة فيها معاناة نفسية في المستقبل، هي إن أنا أضمن إن أنا دايمًا أكون دلوقتي ومركّز دلوقتي، وباعامل البرنامج ده كبرنامج مش أكتر. يعني اهرب من المُرجيحة دي، اللي هي المُرجيحة بتاعة الدوبامين بتاعة إن إيه ده، ده لمّا أعمل كذا هابقى مبسوط. لأ، ما ينفعش. الناقد العصبي أو الهرمونات بتاعة الاستمتاع باللحظة دي بتوقّف خالص الرغبة أو الحافز. فأنت يا ده، ولكن خلِّ بالك، هل مثلًا المشاعر بتاعة الاستمتاع بالسلام الداخلي بتاعة اللحظة دي لا تخلو من الألم؟ لأ، يعني بيكون موجود معاها ألم عادي، يعني أنت ممكن تكون دلوقتي حزين من حاجة، بس تمام، طول ما أنا وعيي شايف اللي بيحصل جوايا، هتلاقي نفسك عندك إحساس من إن أنا تمام دايمًا، ممكن في حد يموت في أي وقت عزيز عليك، ولكن ساعتها لو إحنا في اللحظة الحالية وحد مات، ما بتختبرش معاناة، أنت بتختبر حزن، ده غير ده. بتعيش حزن، بس المعاناة إن أنت تقعد تقول يا لهوي! ده لو فلان ده مات هاقدر أعيش إزاي من غيره، وقتها هتعرف. فالفيلم ده بيأدي بينا إلى إيه، إن إحنا ما نعتمدش على البرنامج ده في حياتنا طول الوقت، أنا مش هاعيش عشان أحصل على حاجات وأحوّشها وأبعد عن الحاجات اللي بتسبب ألم دلوقتي، لإن هو كل الحاجات المفيدة كلّها ممتعة دلوقتي في اللحظة دي. أكيد لأ، في حاجات مفيدة جدًا في حياتنا ولازم نعملها، بس هتلاقيها مؤلمة دلوقتي أو متعبة دلوقتي، فأنت لو مشيت ورا عقلك هتلاقي نفسك بتبعد عن حاجات كتير أوي هي اللي المفروض تعملها. على سبيل المثال إن أنا أعمل الفيديو ده، هل دلوقتي أنت مفكر إن أنا مثلًا ممكن أكون قاعد رايق وعندي بقى passion وطاقة وعندي حافز؟ مين قال لك كده؟ أنت ممكن تكون أنا دلوقتي مثلًا عندي جزء جوايا يقول لي: "يا عم إحساس من الألم فظيع." يا عم أنت بتعمل إيه، بتكلّم مين بس في الوعي ومش الوعي، أنت مش شايف أنت عايش فين، مين أصلًا بيسمعك، فأنا أثناء الموضوع مش مُريح أوي، فأنا لو مشيت ورا عقلي اللي هو إيه الحاجة اللي بتبسط أو أمشي إيه الحاجة اللي باسطاني دلوقتي، إن هو يقول لي لا، لا شوف لك حاجة ممتعة، ده دوبامين ده، لو عملت يا نادر مثلًا رُحت عملت حاجة تانية ده أحسن. ده بقى ما احكمش عليه إنه وِحِش، لأ ده برنامج عقلي، ممكن أقول له إيه، مثلًا هو بيقول لي: "يا نادر طب ما دي حاجة مش مُريحة، أنت هتصوّر فيديو؟" طب ما أنا كده هاقعد عقلي بيقول لي كده، ما أنا كده هاقعد بقى أطلّع عينك وأقعد أجيب لك أفكار مش مُريحة تخلّيك متضايق وأنت بتعمل الفيديو.
أيوه، بس أنا بقى أكون فاهم، أرُد عليه بقى وأقول له من خلال جزء تاني جوايا برضه، أقول له: "طب ما إيه رأيك يا عقلي أكون عملت الشيء وما حصلش على نتيجة، يعني عملت الشيء خلاص، عملت الفعل وطلع ما لوش لازمة، ده أحسن والّا ما أعملش الحاجة فبالتالي مليون في المِيّة ما فيش نتيجة؟" يعني عقلي بيقول لي: "يا نادر ما هو إيه النتيجة يعني أنت هتستفيد إيه؟ ما هو ما حدش هيسمع." فأنا ممكن أقول له: "أعمل الفعل وأثناء وأنا باعمله يكون في احتمال إن حد يسمع، والّا ما أعملش الفعل وأريّح وأبقى مبسوط ويبقى في جوايا إحساس من المتعة القليلة اللي ما بتدومش، أسمع كلامك يعني و بس ساعتها هيبقى استحالة خلاص إن حد يكون سمع." فالمنطق والعقل بيقول لي: "أنت إيه، طب ما إيه المانع إن أنا أستمتع بقى بالموضوع ده حتى لو هيفشل، حتى لو هو كده هيفشل." ده اللي أنا كنت أقصده بفكرة إن ممكن الاستمتاع باللحظة الحالية ييجي مع الألم دلوقتي، بالعكس ده إحساس التدفق ما يجيش إلا في الحاجات اللي أنت بتعملها مش مُريحة دلوقتي عن قصد، بس لازم تتعمل. مثلًا أنت عايز تعمل مثلًا قناة على اليوتيوب عشان أنت حاسس إن أنت عندك حاجة عايز تقولها، بس مكسوف جدًا، حلو، قدامك حاجة من 2، كون إن أنت تبقى مكسوف فتبقى مرتاح وما تعملش حاجة، ساعتها مش هتختبر مشاعر الكسوف، هتبقى مرتاح دلوقتي، برضه راحة إيه، متعبة، راحة هتألمك بعدين، والّا تختبر عدم الراحة، بمعنى تعيش عدم الراحة بمزاجك، وتبان وأنت مكسوف، بس هتاخد النتيجة، إيه التمن بتاعة الحاجة دي؟ إن أنت الكسوف أو الخجل هيتبدل لثقة، والثقة دي هي موضوعنا الفيديو الجاي بالمناسبة، الثقة بالنفس دي حاجة غير اللي أنت فاكرها خالص، ده هتكتشف إن أكتر ناس عندهم ثقة، هم أكتر ناس كان عندهم خجل أصلًا من البداية، بس ده هنعرفه إن شاء الله الفيديو اللي جاي. أنت قصدك يا عم نادر إن إحنا ما نخلّيش المقياس بتاعنا اللي هيجيب لي لذّة، اللي هيجيب لي إحساس من المتعة، واللي هيألمني، لأ، أبدأ أروح أعمل الحاجات حتى في اللحظة دي، لو عارف إن أنا هاكون مش مرتاح، بس خلّي بالك مش اللي هو رايح إن أنا أعمل حاجة اللي هو من خلال إن أنا باكبت نفسي بقى، اللي هو باذاكر بقى، أنا لازم أذاكر عشان نادر قال إن إحنا نكسر نفسنا وقوة الإرادة والهبل ده، أنا ما قُلتش كده، لأ، أنت عامل الجزء اللي جواك ده بطيبة، هو مش عدوّك، عقلك ده مش عدوّك، هو عايز يفيدك، فأنت عبارة عن أنت هنا متجسد في جزء تاني جواك، خلّي في إحساس من الطيبة العامة موجود إن كُلّه عايز يفيد بعضه، فأنا باقنعه بقى باقول له هو ليه إحنا لازم نروح للإحساس من عدم الراحة ده، مرّة مع التانية ده هيأدي بقى لوعي هيزيد جدًا، لإن أنت كان ده بيمنعك من حاجات كتير، أنت إنسان مثلًا بتعمل حاجات مثلًا أنت عارف إنها أسلوب حياة مش حلوة، بس هاكون مش مرتاح لو ما عملتهاش. يعني مثلًا لسه يا نادر هاقعد أقرا، طب حد يختلف على أهمية القراية وإن القراية هتخلّيك بني آدم مختلف وهتخلّيك عايش حياة أحسن، أنت بتقرا عن الفلوس تخلّيك معاك فلوس كتير لو طبّقت، بتقرا عن الحاجات مثلًا التعاليم النفسية يبقى أنت تبقى عايش نفسيًا أحسن من اللي حواليك، ما أنت عارف أكتر وبتطبّق أكتر، بتقرا عن حاجات مثلًا تفهم أكتر، تبقى واعي أكتر، بس ده مش لذيذ في ساعتها، هو مش مريح، فأنت بتقرر تعمل إيه؟ لا يا نادر، أنا مش هاقرا لأحسن أقعد مش مرتاح، أصل أنا ما عنديش passion، أصل أنا ما عنديش حافز إن أنا أقعد أقرا، القراية هنا أنا جايبها كمثال لأي حاجة أنت فاهم إنها مهمة إنها تتعمل وحلوة أوي، بس اللي مانعك إيه؟ إن أنت ماشي بالبرنامج اللي هو ما لوش لازمة، أنت عارف إنه ما لوش لازمة،
ما ينفعش يبقى ماشي بيه أسلوب حياة، ألا وهو الحاجة دي بتدّيني لذّة والّا لأ؟ فهنا أنا عايز ده هنا في بقى الحاجة بقى الأخيرة اللي أنا عايزك تجرّبها وتقترحها. لو أنت عايز تسألني على سر السعادة النفسية، الحاجة اللي ما حدش بيعملها، هي موجودة على فكرة في كل الكتب وكل الحاجات، بس ما حدش بيروح لها، لإن ما حدش بيروح لدي، إنك تروح لعدم الارتياح برجلك. عدم الارتياح هتلاقيني في فيديو جاي باقول لك تروح للألم، يعني أنا دلوقتي قاعد أنا كنادر باطبّق الكلام ده على نفسي إزاي؟ وأنا عندي إحساس من الفشل إن في حاجات كتيرة أوي في دماغي كان لازم أعملها، بس مش عارف أعملها، مش لاقي وقت، ما عملتهاش. في سكتين، يا إما أخش في حالة إن أنا فاشل، في ناس غيري عمّالة تعمل كل الكلام ده عادي، وأنت قاعد كده مش عارف تخلّص كل الحاجات دي، ولا بتعمل كل الحاجات دي، خلّيك قاعد كده. سكة من الندم وجلد الذات، ماشي. في سكة تانية، إن أنا أركّز على إني أعمل حاجات قليلة بس من كل حاجة. يعني أنا بالنسبة للقراية، أنا باحب أوي أسمع كُتب صوتية، أنتم عارفين أنا مدرس إنجليزي، فأنا باسمعها بالإنجليزي، فمدى واسع بقى من المعرفة، بس ده معناه إن أنت عايز تقعد كل يوم بقى تسمع، وتلاقي بقى مثلًا كلمة مش عارفها، فتشوف بقى هي مستخدمة كده ليه بالإنجليزي كله، بس ده مُريح. هاقول لك دي حاجة تحفة، بس مُريح مثلًا في الأول كده لمدة مثلًا دقيقة وبعد كده خلاص، المُخ بيزهق، وهنا بقى قدامي حاجة من 2. يا أزهق وأروح أعمل حاجة تانية تجيب لي سعادة دلوقتي، وأنا في أوقات كتيرة باعمل كده بامشي ورا البرنامج بتاع الدوبامين، أنا عايز حاجة تدّيني لذة يا عم، أروح كده أقلِّب أتفرّج على حاجة أنا بتدّيني لذة إني أتفرّج عليها، والّا أقعد أسمع وأنا مش مرتاح، فأنا لمّا سألت لمّا طبّقت ده على نَفْسي لقيت نَفْسي باقول إيه، إيه ده! يعني هو ده المطلوب؟ أيوه، مطلوب إن أنت تقعد تعمل الحاجة وأنت مش مرتاح، ما بقاش بقى فكرة إن أنا إيه ده! ده أنا مش مرتاح، طب وماله يا عم ما تقعد مش ما هي عدم الراحة ده هو ده اللي بيجيب الفايدة، فتبدأ تكسّر الحاجات اللي أنت كنت فاهمها من صغرك إن أنا لا يا عم أنا مش هاعمل الفعل ده، مش هاعمل الحاجة دي، لأحسن ده هيسبب لي زهق، لأ لأحسن هيسبب لي ملل. في حاجة اسأل عقلك السؤال ده وأنا هاسأله لنفسي، أنت بتشتكي مثلًا من حاجة معيّنة، وليكن مثلًا عندك مشاكل مالية، بغض النظر أنت بتشتغل إيه، بتقبض كام، عندك مشاكل مالية، في حاجة من 2، تروح تتعلم بطرق كتيرة بقى، تقرا كتب مثلًا أو تسمع لناس بتتكلم عن الموضوع ده وتحاول تتعلم وتخصص وقت للموضوع ده، بس ده فيه زهق وفيه ملل وفيه ألم، وهتختبر الموضوع بشكل مش مريح، في عدم راحة، والّا ما تعملش الحاجات دي وتروح تعمل حاجة تانية لذيذة، بس ساعتها هتفضل برضه عندك مشاكل مالية. لو فكرت فيها هتلاقي إن كل الناس ما بتروحش من جواها لعدم الراحة. فهنا بقى أسأل نفسي السؤال اللي أنا باقول لك عليه وأسأل عقلي السؤال، طب يا عم ماشي أنا عارف إن أنت عايز مصلحتي، وعايز مصلحة النظام كله، إحنا عندنا وقت عايشينه، نعيشه وإحنا بندوّر على اللذة، والّا نعيشه وإحنا في بنعمل حاجة والحاجة دي مش مريحة أوي، بس أنا هاقضّي وقتي في إيه طيب؟ ما هو الحاجة اللي مش مريحة دي أسألك بقى يا عقلي سؤال، شُفت الموضوع رايح جاي ما بينك وبين عقلك، فتخلّي الموضوع كده يعني ده برضه حاجة مهمة أوي، إن أنت تعامل نَفْسك مش كإن في حاجة عدوّة جواك أو عدو جواك، في ناس بتكره نَفْسها أو في ناس بتكره حاجات في نَفْسها، ده
ده هيسبب مشاكل كبيرة وبيمنع أوي السلام الداخلي في الحياة أساسًا، وهنتكلم في الموضوع ده بعد كده لو حضراتكم حابين. لحد هنا لو حضرتك أو حضرتِك لسه اتغلبت على الزهق واتغلبت على عدم الارتياح ده، وفضلت يعني مكمّل معايا فيه لحد دلوقتي، طبعًا أنت ممكن تكون قفلت من بدري عشان الموضوع ممل زيادة عن اللزوم، وإن يكون ده صح عادي، بس ممكن برضه يكون الكلام كان مفيد، عادي يعني. فلو حضراتكم لسه معايا لحد دلوقتي، فنكمّل جميلنا بقى عشان اليوتيوب بس ما بيعترفش بإن أنت حابب الموضوع من جواك، بيعترف إن أنت عملت لايك والّا ما عملتش. فلو عملت لايك ده هيفيد المحتوى كتير، بس من جوايا أقول لك على سِر، من جوايا أنا مش مهتم أوي يعني، بس هو بيقول لك إيه، لازم تفكّر الناس، مش مهتم لإني يعني عارف إن في ناس كده هتعمل لايك لإن الموضوع عجبها الحمد لله، ما هو الناس ما عجبهاش الموضوع هتعمل لايك ليه يعني عشان أنا قُلت؟ أكيد لأ. ما علينا. كنت باقول إيه بقى، قطعت أفكاري. فملخصًا فملخصًا عندنا خوف من ياه! لو حصلت كارثة سمعنا نادر لقيناه بيقول إن أنت لو عملت اللي أنا هاقوله ده، هتبقى ضامن إن مش هيحصل معاناة استحالة فيما بعد، ممكن تحصل حاجات سلبية تسبب حزن بس مش معاناة، ماشي، نرجع تاني، إن أنا أكون في حالة من عدم الحكم لا على حاجة جوايا ولا على الحياة. يعني كده أنت خلاص لو طبّقت اللي أنا اقترحته عليك وعليكِ في الفيديو ده، فأنت هتقول إيه ده! ما دي حاجة مش بتبسط، مش مهم هاعملها عشان مفيدة. إيه ده! دي حاجة مش مفيدة بس لذيذة، لأ خلاص مش عايز اللذة دي. فهتبدأ ما تحكمش أصلًا على حاجة وتبدأ دايمًا أنت مركّز على اللحظة دي، أنا باعمل كذا، دلوقتي. تركيزي لمّا يروح دلوقتي أوي، كده أنت بنسبة 90% من الحاجات اللي بتسبب مشاكل عندك هتبطّلها، لإن أنت قبل كده ما كنتش مركّز على دلوقتي. فبتعملها وأنت مش واعي، ودلوقتي أنتِ بقيتِ مركّزة دلوقتي في اللحظة دي اللي أنا حاساه إيه، على فكرة هتلاقوا الموضوع مش مُريح، ده اللي أنا باقوله، بس ما تجيش بقى تقول إيه، لأ ده الموضوع اللي نادر بيتكلّم فيه ده حاجات نفسية حلوة، بس أنا مش هاركّز فيها ومش هاطبّقها لأحسن أنا عايزة حاجات تانية مسلية أكتر. نرجع تاني أنت كده اعرف إن عقلك ضحك عليك وودّاك في المُرجيحة بتاعة اللي بيبسط واللي يدّي لذّة واللي يدّي ألم، لكن أنا إيه المشكلة لمّا أعمل حاجة بعدم وأنا حاسس من جوايا بعدم ارتياح، اختبر عدم الارتياح، عيشه، خلّيك واعي بعدم الارتياح ده، أيًا كان بقى زهق، ألم، توتر، وهاتكلم على كل الحاجات دي. طب الحاجات دي طيب أنت لقيت نفسك فشلت فيها، عادي، بس خلّيك دلوقتي برضه، ما تحكمش على نفسك، ما تحكمش على أي حاجة جواك. يعني أنا مثلًا أنا خلاص لقيت نفسي خلاص تعاملت مع الإحساس جوايا إن أنا مش عايز أصوّر فيديو لإني شايف الموضوع ما لوش لازمة، بس طبّقت اللي قُلت عليه ده، فتطبيقي عمل إيه، خلاص يا نادر أنت إيه يعني هتعمله يعني الفيديو وأنت حاسس إنه ما لوش إيه المشكلة؟ ما يمكن دي يكون فكرة غلط، فأنا دلوقتي في حاجة من عدم الارتياح موجودة، بس باعمل الفيديو، وأنا باعمل الفيديو بقى وأنا باتكلم وفي تدفق أفكار، في إحساس من المتعة قليل كده باين. فهي بس في أولها كده بيكون الموضوع صعب، إن أنا ما اخلّيش المقياس بتاع حياتي اللي بيبسط واللي بيألم، أنا عايش دايمًا في اللحظة دي، ودايمًا خلّي في إحساس من إن اللي جوايا ده مش عدوّي، والأفكار السلبية اللي عقلك بينتجها هو بس خايف عليك، بس أنا فهمتك دلوقتي إن الخوف ده مش حقيقي، ومش هتحس بالضمان اللي أنا قُلت لك عليه إلا لمّا تطبّق. فأنت لو وصلت للمرحلة اللي أنت قُلت دلوقتي يا نادر والله أنا دلوقتي معاك، وباطبّق كل كلمة أنت قُلتها، وفعلًا حاسس دلوقتي بإحساس من السلام الداخلي، وأنا دلوقتي تمام، طول ما أنت دلوقتي تمام، هتلاقي اللي جاي كلّه تمام، بس. أول ما ده يبوظ منّك، سِبت دلوقتي يبوظ وركّزت في حاجات تانية بتسعى وراها بقى عشان تيجي لك لذّة، يبقى أنت بوّظت الدنيا، فاللي جاي بايظ. هو ده الموضوع باختصار. باشكركم جدًا على المشاهدة، مستني رأي حضراتكم في التعليقات تحت. أنا نادر رجب.
واشوفكم على خير في الفيديو اللي جاي، وسلام.